رجل يمني يعيش في ضواحي مدينة إب الخضراء، إب الرائعة. عبد الله البعداني كانت زوجته مريضة تعبانة، عرضها على الأطباء في مدينة إب في مستشفى إب، فوصل التشخيص عند الأطباء أنه عندها مشكلة كبيرة في القلب، وعلشان تساهم يا عبد الله في إنقاذ حياة زوجتك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لازم تعالجها خارج اليمن، لأن الإمكانيات الموجودة ما تساعد. عبد الله مباشرة ما استغرق في المشكلة، خلاص استوعب أنه عنده مشكلة، وأنه زوجته وحبيبته ورفيقة دربه وأم عياله محتاجته في أصعب اللحظات. قرر أخونا عبد الله البعداني إنه يبيع أرضه في مدينة إب. عنده أرض موقعها جيد وجميل، قرر يبيعها. ليه؟ لأن زوجته أهم، وفعلا باع أرضه. أخذ جزء من المبلغ وخلى جزء من المبلغ عند أخوه، وقال له أنا بسافر للأردن. قالوا لي إن الأردن فيها مستشفيات ممكن تسوي عملية القلب، لأن زوجته محتاجة عملية قلب. استعد عبد الله وجهز أموره وحط عياله عند خواته، وانطلق هو وزوجته إلى الأردن. وصلوا الأردن وبدأ يبحث عن المستشفى المناسب، وفعلا دخل زوجته لهذا المستشفى، وبدأت الفحوصات، وبدأ يعني شغلهم المتخصص في موضوع حالة هذه المرأة. وصلوا إلى قرار أن المرأة محتاجة لعملية عاجلة في القلب، والعملية هذه دقيقة وتكاليفها مرتفعة. قال لهم عبد الله اتكلوا على الله، ابدأوا. قالوا له ادفع عربون. عبد الله معه 4000 دولار أمريكي، دفعها عربون للمستشفى، وفعلا بدأت العملية ودخلت زوجته في عملية القلب. الله سبحانه وتعالى وفق ونجحت العملية نجاح باهر ولله الحمد والمنة. لكن تعرفون مريض القلب والعمليات هذه محتاجة للاستمرار في الوجود في المستشفى حتى يعني يتم العناية بهذا المريض وتقديم العلاجات ومتابعة حالته اللي يسمونها حالة النقاهة بعد العملية. عبد الله ما عاد عنده فلوس. عبد الله البعداني اتصل على أخوه وقال له يا أخوي أبغى الفلوس الباقية اللي عندك، فأرسلها حوالة على الأردن. وفعلا أخوه أرسل له الحوالة. العملية يا جماعة الخير مكلفة 10,000 دولار. عبد الله دفع 4 وباقي 6. كلم أخوه، طلب من أخوه يحول له تقريبا 7,000 دولار، وهي المتبقية من قيمة أرضه، حتى يعني يسلم 6,000 و1000 دولار تكون لهم حتى يرجعون بقية العلاجات وما العلاجات. وفعلا أخوه حول له المبلغ. عبد الله راح للبنك وصرف الحوالة، أخذ 7,000 دولار وطلع من البنك. أثناء مشيه اختطفوه 3 شباب، وتحت تأثير السلاح انصاع لهم عبد الله ومشى معهم. هددوه وأخذوا المبلغ اللي معه، ترجاهم وقال لهم الله يخليكم يا إخواني، أنا زوجتي في المستشفى، أنا زوجتي يعني بروح أدفع تكاليفها، وأنا غريب في هالبلد. ما استجابوا له. لصوص، وكل بلد على فكرة وكل مجتمع يكون فيه لصوص، هذا أمر طبيعي يعني. عبد الله أخذوا منه الفلوس، وقف في الشارع في حسرة وألم شديد. إيش يسوي الآن؟ غريب
ومقطوع وزوجته مريضة في المستشفى. كيف راح يتعامل معها المستشفى وكيف راح يكمل علاج زوجته؟ أخذ نفسه واتجه على طول على قسم الشرطة وهو يبكي. قدم بلاغ وذكر فيها أوصاف اللي اختطفوه واللي أخذوا منه المبلغ. حط جواله عند قسم الشرطة، رقم جواله، واتجه للمستشفى بخطى متثاقلة وكلها ألم. وصل للمستشفى وما استطاع يدخل على زوجته وهو بهذا التأثر. تعرفون مرة توها مسوية عملية قلب وأصلا هي تحت العناية. جلس في الاستراحة يبكي كأنه طفل، ما عاد في يده حيلة. أخوانه فقراء ولا عنده أحد يساعده بعد الله سبحانه وتعالى، فمتكالبة عليه الهموم. وهو في هذه الجلسة وهو على هذا الحال من الألم، وإذا برجل يمر من عنده ويسلم عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي وش فيك؟ عسى ما شر. قال: ما فيني شيء. قال: يا أخي قل لي ايش فيك؟ قال: يا أخي وإذا قلت لك ايش بتسوي لي؟ قال: يا أخي قل، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل الفرج عندي بعد توفيقه. قل لي. قال له عبد الله اللي حصل، من طقطق: السلام عليكم. فقال له هذا الرجل: أنا أخوك عيسى الملحم من أهل المملكة، سعودي. لعل الله سبحانه وتعالى ساقني لك يا أخي. الأمر سهل واتكل على الله والله سبحانه وتعالى يبي يكفيك، بس تسمح لي شوي أروح وارجع لك. فقال له عبد الله البعداني: روح الله يحفظك. راح الأخ عيسى الملحم ونزل للاستقبال في المستشفى واستفصل عن حالة زوجة عبد الله، وتأكد فعلا من الحالة، وأن عبد الله دفع 4000 دولار وباقي 6000 دولار، وأن العملية عملية قلب وكذا، وتأكد، وهذا من حقه يا جماعة الخير. رجع عيسى الملحم إلى عبد الله البعداني وقال له: يا أخ عبد الله. قال: نعم. قال: خذ هذا وصل السداد، سددت عنك 6000 دولار. عبد الله مو بمصدق: يا أخي ما يصير. قال: لا صار، الله سبحانه وتعالى جابني لك. أنا جاي سياحة للأردن ومعي زوجتي وجاها ألم بسيط في بطنها، وجبناها للمستشفى هنا وكشفوا عليها قالوا معها الزائدة الدودية وعملوا لها عملية، وبشرك الحمد لله هي طيبة والمفروض أنها تطلع اليوم. الله سبحانه وتعالى خلاني أمر من عندك، ولعل بها سبب يا أخي، ولعل الله يفرج لنا ما حنا فيه، ولعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وانت ملهوف ومسافر ومحتاج. يا أخي الله يجزاك خير، الله يفرج كربك. قال له: اللهم آمين. بس هذا اللي نبيه. دعيت الله يجزاك خير. حضنه واحتضنوا، ثم راح عيسى لزوجته. دخل عبد الله البعداني بعد ما استعاد أنفاسه على زوجته، سلم عليها واطمأن عليها وتحمد لها بالسلامة واطمأن، ثم قص لها القصة. زوجته ما تمالكت نفسها من البكاء، بكى الحزن على ما حصل من أخذ فلوس زوجها، وبكى الفرح على فرج الله القريب وهي ما تدري. سبحان الله. المهم عبد الله البعداني ما أخذ له شوي إلا ويجيه اتصال من قسم الشرطة: السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ عبد الله: نعم، إحنا قسم الشرطة، نبغاك تجينا ضروري. بإذن الله. طلع عبد الله واتجه لقسم الشرطة، وإذا قسم الشرطة قبضوا على المشتبه فيهم. جابوا عبد الله وقالوا له تتعرف عليهم. تعرف عليهم وإذا هم فعلا اللي سرقوه. طلعوا المبلغ، الحمد لله ما صرفوه، ورجع المبلغ لعبد الله. عبد الله أخذ المبلغ واتجه للمستشفى، دور على عيسى الملحم، لقاه: السلام عليكم. وعليكم السلام. عيسى وشلونك يا حبيبي؟ قال: الحمد لله. هلا والله عبد الله، بشرنا عنك، كيف زوجتك عساها طيبة وأمورك طيبة؟ قال: أبشرك الحمد لله. يا أخوي عيسى، أبشرك
الله سبحانه وتعالى نصرني ورجع حقي واستلمته، فخذ الله يوفقك، خذ هذه 6000 دولار اللي انت دفعتها. فقال له عيسى: يا عبد الله، أنا دفعتها وخلاص، أنا قدمتها لله سبحانه وتعالى، يا أخي اعتبرها هدية مني لك، فأرجوك لا عاد تكلمني عنها، هذه انتهت، هذه بيني وبين الله وانتهت، ما عاد هب لي ولا عاد بماخذ الفلوس. يا عيسى يهديك يرضيك يا ابن الحلال. قال: والله أبدا أبدا أبدا، بس ودي أطلب منك طلب. قال له: تفضل. قال: زوجتي الآن بتطلع، ودي أخليها تمر على زوجتك وتسلم عليها وتتشافى لها. فقال له عبد الله البعداني: على الرحب والسعة يا أخي، على الرحب، والله أنت المتفضل علي، الله يكثر خيرك ويجود عليك ويفتح عليك. فعلا عيسى يروح لزوجته ويقول لها: عندي رجل صادقته في المستشفى، ما علمها عن السالفة، رجال صادقته في المستشفى وأبي تزورين زوجته مسوي عملية قلب. وفعلا دخلت المرأة على زوجة عبد الله، زوجة عيسى دخلت على زوجة عبد الله، سلمت عليها وسولفت معها وتحمدت لها بالسلامة، وأخذوا أرقام بعض، وعبد الله أخذ رقم عيسى الملحم واستودعه الله، وطلع عيسى الملحم هذا الرجل الشهم من أهل الأحساء في المنطقة الشرقية، أهل الأحساء الكرام. طلع هذا الرجل النبيل، أخذ زوجته واتجه للسعودية. بعد فترة رجع عبد الله البعداني طبعا إلى إب، وبعد ما أخذوا لهم فترة اتصل عبد الله البعداني على عيسى يسلم عليه، لأنه صارت بينهم مودة وأخوة. رد عليه عيسى: يا هلا وغلب عبد الله، وشلونك؟ بشرنا عنك، كيف زوجتك؟ بشرنا إن شاء الله أنها طيبة، وعيالك وشلونهم؟ قال: أبشرك الحمد لله. قال له عيسى: يا عبد الله، أبى أقول لك شيء. قال: قل لي، تفضل. قال: يا عبد الله، أنا متزوج من 9 سنين ولا رزقني الله عيال، وبشرك زوجتي الآن حامل، من يوم رجعنا من الأردن زوجتي حامل. لعل الله سبحانه وتعالى استجاب دعواتكم، لعل الله سبحانه وتعالى فرج لنا بسببكم، كلكم خير وبركة يا عبد الله، الله يا رب يبارك لك ويوفقك. عبد الله فرح شديد لما حصل لعيسى، وقال له: يا أخي أسأل الله أن يبارك لك في ذريتك، وأن يفتح عليك، وأن يرزقك، وأن يوسع لك فيما أعطاك. شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا يا جماعة الخير، الخير في أمة محمد. ومن قال قد هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. لا، الخير في الأمة